بسم الله. اللي في الصورة دي عبارة عن أسرة مصرية. الست هي قاعدة في النص، زوجها توفى وجنب منها ولادها الاتنين وراها ومراتاتهم وولادهم. طبعا الكلام ده كان من حوالي 100 سنة يعني. طيب، بمناسبة ايه بقى؟ بمناسبة انه ان يعني في ناس حاطين يعني جورنان كاتب بيقول انه في مصر في الايام ده كان الجرسون ايطالي، والبواب سوداني، والمصور يوناني، والحلاق لبناني، والترزي كان من الأرمني، والحلواني سوري، والجزار تركي. آه وبعدين الجنيه كان ب4.8 دولار. ماشي. ف والمواطن كان مصري، المواطن المصري كان له الأولوية، علما بأن مصر كانت محتلة، إلا أن هو كان له الأولوية. المهم، فاتعملت ثورة، وبعدين بعد كده علشان نقضي على الفساد ونعمل عدالة. لا عملنا عدالة ولا قضينا على الفساد، ده بالعكس الفساد مستشري. والنتيجة والخلاصة ان الشباب المصري حاليا هو اللي بيخدم، ونفسه حتى ان هو يقدر يخدم في جميع انحاء العالم. بس احنا ان شاء الله مش هنيأس، وبإذن واحد احد كل حاجة هتتعدل، وربنا معانا وربنا يحفظنا.